فن التحطيب من أقدم الفنون الشعبية في مصر، وجذوره بترجع لآلاف السنين لحد العصر الفرعوني. في معابد الأقصر وأسوان لسه منقوشات بتوضح المصريين القدماء وهما بيمارسوا التحطيب، كل ده كنوع من أنواع التدريب القتالي والفن الاستعراضي. على مر العصور التحطيب كان حاضر في الاحتفالات الشعبية وكمان المناسبات الكبيرة زي مثلا الموالد والأعياد، وبيتميز عن أي لعبة تانية لأنه مش مجرد خناقة ولا حتى عنف، لكنه عرض استعراضي ليه قواعد واضحة، وكمان بيعتمد على الذكاء والسرعة والمهارة في استخدام العصا الطويلة. التحطيب كمان ليه بعد اجتماعي لأنه بيجمع الناس في حلقات، وكمان بيبدأ دايما بتحية بين اللاعبين بتوضح إن الهدف هو المتعة والعرض الفني مش الأذى. وأكتر المحافظات اللي لسه محتفظة بالتحطيب لحد النهاردة هي محافظات الصعيد زي مثلا الأقصر وقنا وأسوان، وهناك بيعتبر جزء مهم جدا من الهوية الثقافية وكمان وسيلة عن التعبير عن الفخر والانتماء. في سنة 2016 منظمة اليونسكو سجلت التحطيب كتراث إنساني غير مادي، وده دليل طبعا على مكانته الكبيرة كفن أصيل بيحكي تاريخ مصر لآلاف السنين. التحطيب كمان مش مجرد لعبة بالعصا، لكنه لوحة فنية بتجمع بين القوة والجمال والتاريخ. لو زرت الأقصر أو أسوان تحب تحضر حلقة تحطيب وتشوف بنفسك التراث المصري الأصيل ولا لأ؟